فاهم. رسالة للمستشار تركي الشيخ ده الشوال بتاع السعودية. معلش يعني هو احنا عشان غبنا عن السوشيال ميديا كام يوم كده انت هتسوق فيها وبتاع وهتجيب ان سيرة الزمالك في جملة مفيدة والكلام ده. موافقة ايه يابا ان انت اخدتها من الفيفا ان يتلعب ان لقاءين الدوري الدور الاول والدور الثاني بتاع الاهلي والزمالك في السعودية؟ طب يا اسطى انت خدت موافقه، طب احنا ما شفناش ليه؟ يعني انت المفروض مش ما تعرضها كده. احنا طلعنا ببيان رسمي اللي احنا مش هنروح السعوديه، اللي احنا يوم 15 هنكونوا في استاد القاهره مستنيين البهايم يجوا يلعبونا. تمام، ده احنا القرار اللي اخدينه. انت بتقول اخدت قرار من الفيفا والزمالك بعت لي موافقه رسميه اللي هو موافق يروح يلعب في السعوديه. طب يابا الزمالك بعت لك موافقه رسميه فين؟ طب ليه ما وريها له؟ طيب يا عم افضح الزمالك وقول الزمالك ده نادي كذاب وحسين لبيب ده راجل كذاب وكل اللي موجودين دول بيضحكوا عليكم. ورينا الموافقه بتاع سواء بتاعه الفيفا او موافقه نادي الزمالك على اللعب في السعوديه. لكن يا شوال هتطلع تجيب سيره الزمالك في جمله مفيده وتقول الزمالك وكان وعمل وسوى، صدقني هتاخد بالجزمه في بقك. دي اول نمره. تاني نمره بتقول لاحمد شوبير هي صورتي لو موجوده في نادي الزمالك خليهم يشيلوها. يا اسطى انت مجنون ولا ايه؟ انت صورتك اصلا اترمت في الزباله من اول ما حسين لبيب مسك نادي الزمالك. يعني انت صورتك اترمت في الزباله خلاص، حسين لبيب رماها في الزباله يا اسطى. هي وصوره مرتضى منصور مع بعض من اول ما اتمسك حسين لبيب في النادي من حسبه 6 شهور كده. صورتك انت تبقى جوه نادي الملوك والعظماء فوق يا شوال. انت بتتعامل مع جمهور نادي الزمالك، مش بتتعامل مع محمود الخطيب والساعات.